طيبين. أستاذ عاطف، لك تجربة شعرية رائدة الحقيقة لهذا الجيل. نتعرف على هذه التجربة الشعرية ونقول ما الذي قدمته هذه التجربة الشعرية وتقدمه، وكيف كانت البداية؟ اولا البداية كأي شاعر كنت محبا للغة العربية وخصوصا موضوعات التعبير في المرحلة الابتدائية والاعدادية. بدأت في المرحلة الثانوية البشائر. القدرة التعبيرية كانت عالية؟ نعم، كنت أحب موضوع التعبير جدا وأحب قراءة القصص، ويمكن في ثالثة إعدادي أتذكر إن أنا بدأت كتبت قصة. ثم تحولت إلى الشعر في المرحلة الثانوية، وامتدت بي التجربة إلى كتابة الفصحى والعامية، ولكني يعني أميل للفصحى أكثر، وأصدرت 4 دواوين في خلال هذه المسيرة الأدبية. أستاذ عاطف، يعني احنا تعودنا على كلمة من لا يقرأ لا يكتب، ومن لا يسمع لا يتكلم. فبالتأكيد أنت استمعت كثيرا وقرأت كثيرا حتى أنك كتبت وتكلمت. فكيف كانت التجربة من خلال قراءاتك السابقة وأيضا استماعك السابق للندوات الأدبية والملتقيات الشعرية المختلفة؟ أنا بعتقد أن القراءة لها عامل مهم جدا في معرفة الكاتب أو الشاعر في أي أرض يقف. مستواك إيه؟ أنت كتبت إيه؟ أنت فين من الناس الحاليين والمعاصرين؟ القراءة والاستماع الجيد والاستفادة بالندوات التي تقام كهنا في قصر ثقافة الريحاني أو غيرها من الأماكن. أعتقد أن بيكون النقد اللي فيها خير موجه للشاعر أن هو يبدأ يتحدث أو يصوب أخطائه مرة أخرى، ويعيد النظر فيما كتبه، ويعيد النظر في مشواره الإبداعي وأين يقف، وما الجديد الذي سيقدمه للساحة الأدبية الآن يعني. أستاذ عاطف، سيادتك من مركز حوش عيسى البحيرة، ومعروف طبعا أن القرى المصرية الحقيقة يعني ما أحلى القرى التي أسهمت في هذا النتاج الشعري والأدبي والثقافي. أن الحقيقة احنا كلنا من نتاج القرى المصرية الأصيلة. فقل لي القرية المصرية وبالتحديد مركز حوش عيسى ومحافظة البحيرة اللي طلع منها طبعا أعلام في كافة نواحي الأدب، كيف كانت إسهامات البيئة في هذا النتاج الشعري؟ كما تعرف حضرتك ان البيئة المصرية غنية بالاماكن الجميلة والريف تحديدا في مصر. ارى انه كان خير ملهم لي في كتاباتي، وهذا الفضاء الاخضر الممتد، هذا الجو الحميمي جدا والشاعري ايضا، تلك المشاعر الجياشة خصوصا في فترة طفولتي، ان انا كنت بحب كتابة الخطابات الى اصدقائي واقاربي في مصر قبل ما اتي القاهرة. فكان ده شيء جميل جدا وملهم بالنسبة لي، وهذا الصفاء القروي اعتقد ان هو بيثير في النفس الشجون انك انت تكون اكثر ابداعا واكثر احتراما للجمال. الفن في الخطاب، لان الفن في انتقاء الكلمات، الفن في الكلمات التعبيرية، الفن في نظام الخطاب، الحقيقة كله كان بيتفانى في انه يطلع خطاب كويس او يرسله على ارقى مستوى فني، ويستعد ان المرسل اليه يبقى سعيد بهذه القراءة المتألقة. يعني استاذ عاطف، قرأت لمن من القدماء وقرأت لمن من يعني الناس ابناء هذا العصر؟ والله كل كتاب وقع تحت يدي فأنا أقرأه، سواء للجديد أو القديم، لا أفرق بين القصة ولا الشعر. أقرأ في جميع مجالات الأدب، وإن كان بيستهويني الشعر بطبيعة الحال. وبأمين قرأت لمن من الشعراء؟ يعني يعني أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، نقول أبو العلاء المعري، المتنبي، أبو القاسم الشابي. كنت يعني عاشق لأبو القاسم، أو عاشق لأبي القاسم الشابي. طبعا بالتأكيد المعلقات السبع أكيد طبعا. نعم نعم. والشعراء الجدد أو الآن المعاصرين، أحمد عبد المعطي حجازي، فاروق شوشة، محمد علي أبو سنة، محمد أبو سنة، كل الشعراء، إيمان بكري، كل الشعراء المجيدين في هذا الحقل. فأنا تلميذ مطيع ومجد أعتقد بالنسبة لقراءاتي فيهم.